يا اخي سبحان الله، الكرم ليس في المال، الكرم عام، الكرم في الخلق، الكرم في العطاء. قد تكون فقيرا لكنك رجل كريم سبحان الله. فالانسان سبحان الله العظيم، قالوا يا حاتم يا طائي هل وجدت اكرم منك؟ قال نعم. قال يا سلام، اكرم من حاتم الطائي في حد؟ قال نعم. قال مررت بشاب يجلس في خيمة، وامام الخيمة شياه 10. يعني ايه 10؟ ايه 10 شياه، 10 شياه. فمرحبا، فذبح لي واحدة واخرج دماغها، دماغ بتاع الايه، المخ بتاع الايه بتاع، ثم شواه فاستطعمته، والله انه طيب. قال انتظر، فانتظرت ساعة جوه الخيمة. خرج وجاء بإناء كبير عليه 9 من الأدمغة مشوية. تعجب بعد ما أكل منها يعني، فخرجت وجدت الدماء أمام الخيمة. الشاب خرج عمل إيه؟ ذبح ال9 الباقين. طبعا كلكم تقول ده أهبل، ده مجنون، ده مسرف. الكرم العربي لا يتحدث عنه أحد. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة سبحان الله. يعني ولو أراد ثني كفه لما طاوعته أنامله. يعني لو يحب يغلق يده الأنامل لا تطاوعه، لأنه يريد العطاء سبحان الله. فقال يا بني، قال لما أحببتها، ما أحببت طعمها، أحببت أن أدخل عليك السرور. ليس من كرم العرب ولا شهامة العرب ولا الإنسان العربي إلا أن يكون كريما. ما دام الضيف بتاعه أحب شيء يعطوه له. قالوا يا حاتم وماذا أعطيته؟ قال أعطيته 300 رأس من الغنم، وأعطيته 50 من النوق الحمراء، أغلى نوق في جزيرة العرب. قالوا يا حاتم معقول هذا كله؟ أنت أكرم منه. قال لا، أنا جدت له بجزء من مالي، أما هو فقد أكرمني بكل ماله. يبقى الكرم درجات. فأنت لما تكرم الله يرضى عليك، أكرم وأغني. يعني أكرم، عندك ابن أخت أبوه مات أو فقير الحال أو موظف وأنت ربنا موسع عليك، قول له أختك كده فرح، قول لها أختي الولد ده أنا عندي 4 عيال، ده الخامس إن شاء الله، خلاص لا تعول هم، وأعطيه حتى تغنيه، وخلاص إن شاء الله لغاية ما ياخد المؤهل بتاعه، وأنا إن شاء الله إذا كان متفوق هخليه يسافر ويروح ويجيب أعلى الشهادات. هكذا الكرم، هكذا المسلم. بالله عليك هل يبغضك يوما ابن أختك؟ بالله عليك أنت عطاءك لابن أختك ماذا صنعت؟ صنعت برا بأبيك وأمك، سواء كانوا حيين أو ميتين، نمرة 1. بس أنت المنظور اللي أنت مش واخد بالك منه، لأن الأب والأم حتى لو كانوا في القبر هيفرحوا من عملك بابنتهم اللي هي أختك. وبعدين أختك نفسها تستشعر بعز أمام زوجها، أخويا عمل، أخويا أنفق، خال الولد هو اللي، وتفخر في كل مكان. الولد نفسه يرتبط بخاله ويحب خاله سبحان الله العظيم. وكان الله يرضى عنه سيدنا سعد فخور لأنه كان ابن عم آمنة، فكان الرسول بيعتبره بمقام الايه الخال، فكان يرفع يد سعد يقول هذا خالي فليريني احدكم خاله. مين عنده خال حلو زي كده؟ الرسول يفخر بيه لانه مستجاب الدعوة. مين عنده خال زي كده؟ والله انت في خال تحط وشك في الارض، نفسك تبقى منه خالي سبحان الله. الكرم لا يتجزأ.